تتعدد الحضارات والثقافات في مختلف بلدان العالم، ولكل ثقافة وحضارة عادات زواج خاصة تميزها عن غيرها، وتتفنن المجتمعات في دول العالم في جعل هذه الليلة فريدة ومتميزة وتحمل ذكرى لا تنسى. ولكن هل هناك بعض المجتمعات ترتبط بها ليلة الزفاف بعادات غريبة للغاية؟ إليكم أغرب طقوس الزواج حول العالم. في جزيرة جاوا الإندونيسية، وكما هو متعارف عليه في معظم البلدان، يتم دفع رسوم حكومية للزواج، إلا أن ما يدفع ليس مالا وإنما ذيول فئران، ويتم تسليم 25 ذيلا للإدارة المحلية كرسوم للزفاف. وقد فرضت هذه الرسوم الغريبة في سبيل القضاء على الفئران التي أصبحت خطرا يهدد محصول الأرز. يرتدي الزوج في كينيا بعد مرور شهر على الزفاف الزي النسائي ليدرك ويعي المسؤولية الواقعة على عاتق المرأة، وكم هو صعب أن يقوم بدورها في الحياة. في سورما، إحدى القبائل الإثيوبية، تخلع الفتاة الأسنان السفلية وتثقب الشفاه السفلية قبل موعد الزفاف بفترة، ثم تدخل قرصا من الطين في فمها، وبعد مدة يتم تغيير قرص الطين بآخر أكبر قطرا، وهكذا حتى يحين الزفاف. وكلما كان قرص الطين ذا قطر أكبر زاد المهر، لأنه يمثل المستوى المادي لأسرة العروس. من أراد الحصول على وليمة العرس فربما يفاجأ بطقوس الزفاف في جزيرة بالي الإندونيسية، التي لا يحضر فيها مراسم الزفاف سوى النساء فقط، ولا وجود للرجال لأنهم يأخذون قسطا من الراحة بعدما قاموا بإعداد العديد من الأطباق لتأكلها النساء. في بعض أجزاء الهند تنتقي الفتيات الراغبات بالزواج في الهند رجلا تراه مناسبا لها، وتوسعه ضربا على رأسه وظهره بواسطة العصي، وبرأيها الرجل الأكثر تحملا للضرب هو الذي يستحق الارتباط بها. كما تجبر العروس الملتحقة بقبيلة تودا بالهند أثناء مراسيم العرس على الزحف على يديها وركبتيها حتى تصل إلى العريس، ويبارك العريس عروسه بوضع قدمه على رأسها. في قبيلة جوبيس الأفريقية، في يوم الزفاف تجبر العروس على ثقب لسانها، ويمرر العريس خيطا فيه مثل ما يمرره بالإبرة، فإذا أكثرت العروس الثرثرة فيما بعد يشد العريس الخيط شدة واحدة كافية لإسكاتها. من طقوس الزواج في الأسكيمو أن يقوم العريس بشم رائحة العروس، فإذا أحب رائحتها تزوجها، ويحق للرجل في الأسكيمو تبادل زوجته مع جاره، وله الحرية المطلقة في أن يعير زوجته لصديقه الأعزب كدليل محبته له. يسرق العريس في إحدى مناطق الأمازون في أمريكا الجنوبية قبل 7 ليال من الزفاف أكبر عدد من دجاجات القرية، ويذبحها كلها لاحقا، ويقوم بطبخها وأكل رؤوسها، ويرمي بأرجل الدجاجات على فراش عروسه. يمنع العروسان في مجموعة التيغونغ من بورنيو الشمالية، ثالث أكبر جزيرة في العالم، من دخول الحمام لمدة 3 أيام بعد الزفاف. هذا يشمل عدم التبول أو الاستحمام، لاعتقادهم أن هذه التقاليد سر نجاح الزواج. ومن أجل تحقيق هذا الهدف لا يتناول العروسان سوى كميات صغيرة من الشراب، ويخضعون لمراقبة شديدة من قبل أفراد الأسرة. في غينيا الجديدة يعبر العريس الذي ينتمي إلى قبيلة داني عن حبه لزوجته عن طريق قطع إصبعه وتقديمه لها، وفي حال توفي الزوج فعلى الزوجة أن تقطع أصابع يديها وتدفنها معه تعبيرا عن وفائها له. وفي بعض المناطق الهندية التي تولد فيها النساء أثناء اجتماع كوكب المريخ وكوكب زحل، وهو اعتقاد سائد أن الفتاة ستسبب الموت المبكر لزوجها، ولكسر اللعنة عليها أن تتزوج شجرة. تحرص العروس في يوم الزفاف أن تكون في أجمل وأبهى صورها، ولكن في اسكتلندا الوضع مختلف تماما، حيث يوجد أحد أغرب عادات وتقاليد الزواج في العالم، وهو أن تبدو العروس في أقبح صورة لها، حيث تقوم صديقاتها بإلقاء القمامة والبيض المتعفن عليها، وأحيانا القطران، حتى تظهر العروس وهي في أبشع صورها.
والمغزى من وراء هذا الطقس الغريب في الزواج هو أنه إذا كانت العروس قادرة على تحمل كل هذه الأشياء فإنها سوف تستطيع أن تتحمل مسؤوليات الزواج. في حفلات الزفاف في كوريا يقوم أصدقاء العريس بخلع حذائه وجوربه وربط كاحليه والبدء بضرب قدميه بالسمك من أجل الاحتفال بصفته به قبل أول ليلة من الزواج. وعلى الرغم من أن هذا التقليد ربما يكون مؤلما بعض الشيء إلا أنه يجري على سبيل الدعابة. في ثقافة شعوب اليوغور الصينية يقوم العريس برمي عروسه ب3 سهام غير مؤذية، وبعد الانتهاء يجمع هذه السهام ويكسرها للتأكيد على أن العروسين سيحبان بعضهما بعضا طوال العمر. عادة ما تتبع العروس حمية أو نظاما غذائيا قبل موعد الزواج حتى تبدو رشيقة وجميلة، ولكن في موريتانيا تم كسر هذه القاعدة لتكون أغرب عادات وتقاليد الزواج هي أن تحاول العروس قدر استطاعتها أن تبدو سمينة قبل الزواج، وكلما زاد وزن العروس كلما حصلت على زوج ذو حال ميسور حتى يوفر لها حياة رغدة، ويتم إرسال العروس قبل الزواج إلى مخيمات، وذلك حتى يزيد وزنها قدر الإمكان قبل يوم الزواج. في اليابان تقوم قريبات العروس بطلائها باللون الأبيض من وجهها حتى أخمص قدميها، ويرمز ذلك إلى كونها عروسا عذراء وترتدي الكيمونو الياباني الأبيض، وكذلك غطاء للرأس بنفس اللون، وما يسمى بقرون الغيرة تعبيرا عن مشاعرها تجاه والدة زوجها. وفي اليابان يكون ثوب الزفاف هو نفسه الكفن الذي تكفن به الزوجة عند موتها. اخطف، اهرب، تزوج. ليست وحدها الأفلام السينمائية من تحمل هذه النهايات، ففي تشاد كثيرة هذه القصص حيث يتم اختطاف العروس من قبل عريسها قسرا، وإن عملية الاختطاف تلك هي في الحقيقة طريقة تقليدية لطلب الزواج في بعض بلدان العالم مثل تشاد، ونوعا ما لا يؤخذ بعين الاعتبار عامل القبول من جانب الفتاة، إذ يكفي أن يعجب الفتى بها ليكون ذلك كافيا جدا للتخطيط لاختطافها والزواج بها وتقييدها كإجراء احتياطي منذ الليلة الأولى للزواج. وهناك المئات من الفتيات اللاتي يتم اختطافهن يوميا في تلك البلدان. تختلف عادات وتقاليد الزواج في الهند من منطقة لأخرى، كما تختلف من القرية للمدينة، ومعظم هذه العادات مأخوذة من الموروث الهندوسي الشعبي، لكن أغرب عادات الزواج تتلخص في تحمل العروس لكل تكاليف الزواج من شبكة ذهبية وتأثيث المنزل والملابس والمفروشات وشراء سيارة أو دراجة نارية، على أن يتكفل العريس بتوفير المنزل وطعام الوليمة فقط. إلى الهند يا شباب. إذا أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والتعليق، ولكي يصلك كل جديد اشترك الآن.